عندما تجد عباقرة في الهند يعبدون البقر، ودكاترة بالغرب يعني في تخصصات دقيقة قد صنعوا الجوالات والسيارات والطائرات بل والصواريخ، لكنهم ملاحدة، لا تظن أن هؤلاء مجانين أو ليس عندهم عقول، لا، بل ربما يكون عندهم عقول أعظم من عقلك. لكن مسألة الإيمان والهداية لا تتعلق بالعقول والشهادات، إنما هو فضل من الله تفضل به عليك، ومنه سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإسلام حرمه أناس كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وشاهدوا معجزاته، فلا بد للشخص أن يشكر الله ويحمد دائما على هذه النعمة التي هو فيها، والتي قد حرمها الكثير من الناس، ويعرف فضل الله عليه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن البعض يعني قد يشكر الله على نعمة الطعام والشراب، ولكن يغفل عن شكر الله على نعمة الهداية والإيمان والعقيدة الصحيحة. الأهم أنك لا تتفاخر بإيمانك وهدايتك واستقامتك وتغتر، أو تعير غيرك بزيغه وضلاله وإعراضه وبعده عن الإيمان والعقيدة الصحيحة. لأن البعض قد يتكلم يعني عليهم ويقول كيف هؤلاء ضلت عقولهم، وكيف انصرفت قلوبهم عن الهداية، وكيف ابتعدوا عن معرفة الدين الصحيح وغيرها يعني من الكلمات. وهذه والله جناية على النفس، فالذي هداك هو الذي أضل هؤلاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، وهو قادر سبحانه أن يجعل هؤلاء مكانك وانت مكانهم، لكن سبحان من سلب الهداية منهم وأعطاك إياها. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية رزق من الله، فلا تأمن مكر الله ولا تركن إلى عملك وعقلك وتفكيرك أو شهادتك، واشكر الله كثيرا على ما أنت فيه من إيمان وهداية واستقامة ومعرفة للدين والعقيدة الصحيحة، فكل ذلك بفضله وتفضله عليك سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.